المعلومات الغريبة اللي مريت عليها أنه كلما ارتفعت درجة حرارة الأكل كلما انحاس عليك فيتامين د. هنا يتكلم عن بسترة الحليب وفيتامين د، وكيف أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة لم يستفد أو تقل استفادة الجسم من إيش؟ من فيتامين د الموجودة في المادة الغذائية والموجودة في الحليب اللي سويت بسترة. فهنا كل ما أخذت الأكل قريب إلى طبيعته كل ما كان أفضل. يعني مثلا تشوفوا اليابانيين كيف يطبخوا. خلوا أجيب كتاب ياباني بوريكم. أفتح لكم كتاب وصف الطبخات اليابانية هذه. هل تعلم أن الشعب الياباني من أكثر الشعوب في العالم استهلاكا للبيض؟ لا وني، يعني غالبا ما يأكلون البيض بشكل ني. بوريكم نص استوى، أكلهم نص استوى يا جماعة. يعني أنا ماني من عشاق اللي هو الأكلات اليابانية، خصوصا السوشي. هنا لجنا الكلمات مع بعض تبلش. شوفوا نص استوى، يعني كأنه يحطوا بماء حار ويقدموا لك بدون طبخ. وين ما شاء الله اللي يطبخون من الظهر ولا ما يأكلون إلا بعد العشاء، يطبخون اللحم كله تقريبا شبه ني. أكثر فائدة، أكثر انزيمات حية بالأكل. كل ما زدت بطهي الطعام بشكل يعني مبالغ فيه كل ما أصبح يعني تقل الفائدة الموجودة فيه أو الفائدة الكاملة من الأكل الطبيعي.